بيقول لك إيه؟ المحامين بيحفظوا المتهم يقول ايه قبل ما يدخل التحقيق عشان ايه يجيبوا له حق مش حق. انا نفسي يبقى معايا موكل متهم يسمع كلامي، والله ما بيسمعوش الكلام اصلا. انت بقى تقولي لهم يقولوا ايه؟ ما بيسمعوش الكلام. كان معايا متهم مره، هو معدل الذكاء عنده قليل شويه، ودي مش اهانه والله، ده مرض عادي. في ناس بتبقى معدل الذكاء عندها بنسب قليله وبيبقى ليهم تقرير طبي بكده. فانا قبل التحقيق دخلت لوكيل النيابه وقلت له ووريته التقرير الطبي بتاعه. فداخلين التحقيق وكان جاي في سلاح ابيض، اصلا كان معاه مطوه. السلاح الابيض دي اللي القضيه اساسا في قضاه بيدوا لها غيابي براءه، يعني بتنزل المحكمه من غير ما تحضر القاضي بيدي لها براءه. في بعض القضاه بيعملوا كده. فاحنا داخلين قلت له قول ان المطوه دي مش بتاعتك. قال لي انت عايزاني اكذب؟ قلت له يا حبيبي انا مش عايزاك تكذب، انا مش عايزاك تتحبس. دخلنا لوكيل النيابه قال له المطوه بتاعتي، ابويا الله يرحمه اللي كان جايبها لي وانا عايزها. وكيل النيابه قام باصص لي ورجع كلمه كده قال له انا مش هينفع اديها لك. وعشان يغير الموضوع قال له انت عارف المحاميه بتاعتك بتقول عليك مخك تعبان. الواد قام باصص لي كده قال له اه هي بتبص لها ليه؟ قال له هي دي محاميه؟ ده هي اللي مخها تعبان. انا فعلا مخي تعبان ان انا جيت هنا.